الساعة 8 بالليل التليفون بيرن في مكتب من مكاتب شركة بيبسي. الطرف التاني بيتكلم بصوت واطي واضح عليه القلق وبيقول معايا ملفات سرية وعينة من المشروب الجديد اللي كوكا كولا لسه بتجربه في المعامل ومحدش يعرفه. لو عاوزين الحاجة دي جهزوا 1.5 مليون دولار كاش. في خلال ساعتين غرفة الاجتماعات الرئيسية في بيبسي بتكون جاهزة وبتتحول لغرفة عمليات. المديرين متجمعين، واحد منهم بيقول دي فرصة العمر، ناخد الملفات فورا ونفك شفرة الخلطة وننزل بمنتج أقوى منهم. مدير تاني بيرد عليه بعصبيه، انت مجنون، دي سرقه، لو اتكشفنا اسمنا هينتهي، لازم نلاقي طريقه تانية ما تكونش واضحه كده. الميتنج بيتحول لخناقه والصوت بيعلى. وسط الخناقه دي الرئيس التنفيذي لبيبسي اللي قاعد على راس الترابيزه بيمشي عكس التيار تماما، بيشاور بايده علشان الكل يسكت، بيمسك سماعه التليفون وبيطلب المدير التنفيذي لكوكا كولا وبيقول له بنبره هاديه، في حد من جوه شركتكم بيبيع اسراركم لينا، احنا رفضنا نشتري وبلغنا الاف بي اي وهم بيجهزوا الكمين حالا. وعلى الجانب الاخر كمين الاف بي اي بينجح وبيتم القبض على جوي ويليامز احد موظفي كوكا كولا، والخبر بيقلب الدنيا وبتاخد حكم بالسجن 8 سنين. هنا بقى سؤال بيطرح نفسه، هل بيبسي عملت كده علشان هم بتوع مبادئ واخلاق بس؟ لا طبعا، بيبسي حسبتها صح. لو خدوا الملفات كوكاكولا كانت هتكشفهم وقضايا التعويضات كانت هتدمر الشركه وتطلع بيبسي في مظهر الحرام الضعيف قدام العملاء والناس هتقاطعها. بيبسي بالحركه دي كسبت احترام مرعب في السوق ووصلت للناس رساله مهمه جدا، الا وهي اننا براند قوي بنكسب بشطارتنا مش بالسرقه. وادت درس لكل الشركات ان الشرف في البيزنس او حتى محاوله التمسك بيه اوقات بتكون هي اقوى استراتيجيه تسويق.